شوف دول بيصرفوا كام يا اخي واحنا بنصرف كام. ده انا كل اللعيبه اللي جايبها تخليص حق، لعيب قصاد لعيب وبندفع الفرق. شفت الصده دي؟ ايوه. انا عمري ما هكسب بطوله طول ما انا معايا ايبولو الكلب، وبقولها في الاعلام اهو، انا بخافش على مشاعر حد. انتوا عبط قوي يا تشيلسي، ده انتوا معاكوا جوهره. ولكن بقول للجماهير تستنى موسم ميركاتو قوي جدا جدا. اخيرا ماشي البيك، اصل البيك كان مفكرني، كان مستني نبوس ايده. يلا ده انت مطلوب، يلا ايه ده. نيجي لاهم صفقه في دنيتي وحياتي، لعيب بوتنشال محترم يا جدعان، لازم ياخد دقايق، لازم لعيب بيعرف يعمل كل حاجه. عايز 59 فوق ايبولو، انت مجنون يلا يا جدعان. نموت نفسنا فيها 6 مليون، فيها 10 يلا انت وهو. يلا اخيرا جول كيبر عليه القيمه. لما يدونا ارسنال في ليفربول يبقى عايزين يجيبونا الارض، ملاش تفسير تاني. خش يا باشا، خش يا باشا، مدافع تقيل يا جدعان، مدافع تقيل. يلا بينا. قبل ما تقول لي اي حاجه غبيه فكر فيها، عشان انا مستوى العصبيه عندي عالي اليومين دول. هو ايه الشغلانه دي؟ شكرا 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 جدا، شكرا. عايز في البدايه بس اتكلم كلمتين. اول حاجه ان عايز اشكر جدا الاعلام اللي يعرف ربنا، اللي شايفنا ان احنا عملنا انجاز اول موسم لينا في البريمير ليج، ناخد مركز سابع ولا ثامن. بشكر الناس اللي شايفه ان ده انجاز لاول فريق لسه طالع من التشامبيونشيب، لسه اول موسم ليه في البريمير ليج. وبرده مش عارف اقول ايه يعني، غير ان انا بشفق على الناس اللي شايفه ان انا يعني كنت المفروض اعمل اكتر من كده، والمفروض ان انا كنت اخد توب فور مستريح. شايف الفجره بيقولوا ايه، عايزين نبقى في نفس ليفل مانشستر سيتي وارسنال وليفربول والناس دي. شوف دول بيصرفوا كام يا اخي واحنا بنصرف كام. ده انا كل اللعيبه اللي جايبها تخليص حق، لعيب قصاد لعيب وبندفع الفرق. ولكن بعذرهم ناس متغاظين، ناس خلاص يعني راحت عليهم. طبعا اغلبهم كانوا لعيبه كوره سابقين، يعني المفروض ان هم ناس تقال في الاعلام يعني، والمفروض ان هم يبقى عندهم رونق اكتر من كده، ويبقى عندهم يعني كرامه وعزه نفس. بس معلش، هو الواحد كده لما بيلاقي نفسه هيتنسي بيقعد يفلفص، بيقعد يقول اي كلام ويهرتل. بس على العموم انا سايبهم كده، انا عارف الناس بتقول عليهم عقب، والناس عارفه مين الجامد ومين اللي مش جامد من غير ما حد يتكلم. طبعا بنحييك يا كوتش وبنبارك لك وبنقول لك الف مبروك ان انت وصلت المركز الثامن في اول موسم ليك في البريمير ليج، وده انجاز كبير طبعا لفريق لسه طالع من التشامبيونشيب. ولكن يا كوتش معلش يعني اعذرني، الجماهير طموحها بقى عالي جدا. الجماهير اللي انت بنيتها على مدار سنه واثنين وثلاثه واربعه بقت دلوقتي شايفه ان هي من حقها ان هي تكسب بريمير ليج، من حقها ان هي تكسب الاف اي كاب، من حقها ان هي تكسب الكاراباو، ومن حقها كمان ان هي كانت تشارك في بطوله اوروبيه. يعني اعلام اللي بينتقدك مش بينتقدك عشان هو مثلا لاقيك شخص فاشل، لا بالعكس، ده بينتقدك عشان انت كان عندك البوتنشال انك تعمل حاجات اكتر من كده بكتير. فالاعلام واخد المردود من الجمهور كان شايف ان انت ممكن تكسب بريمير ليج عادي جدا. عايزك تقول لي وسط الطموحات دي كلها ايه اللي هيحصل الموسم ده؟ يعني انت قلت ان انت هتنافس على الثلاثيه المحليه، هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام صحيح ان انت عايز تروح الشامبيونز ليج على طول، ولا هتيجي اخر السيزون تقول على الاقل شاركنا في بطوله اوروبيه زي اليوروبا ليج او الكونفرنس؟ وايه الصفقات اللي ممكن تتم؟ لا ما هو المفروض بقى ان انا افهمك حاجه دلوقتي. في فرق ما بين ان الاعلام يكون هو اللي بيتاثر بالجمهور، وان الجمهور هو اللي بيتاثر بالاعلام. المفروض يا جماعه يحصل العكس، ما تقنعنيش عكس كده. الصح ان يطلع الاعلام يقول للجمهور ايه يا جمهور، ايه اللي انتوا كنتوا مستنيينه ده لسه بيقول يا هادي، ده عمل انجاز كبير جدا وهو 1 2 3. فالاعلام يهدي الجمهور، ده المفروض. انما مش المفروض ان الاعلام يتواطأ مع الجمهور اللي هو بيتحكم بعواطفه مش بعقله، وده طبعا شيء يعني منطقي جدا. والاعلام اللي المفروض يتحكم في عقله كمان، لا تلاقيه هو كمان بيتحكم في عواطفه مع الجمهور ويشعل الدنيا اكتر. هو ده كلام يا راجل، مش مبرر على اللي بيعمله الاعلام خالص، غير ان دول شويه ناس فسده ومنافقين وما يعرفوش ربنا. اما بالنسبه لحوار الثلاثيه المحليه فده فعلا كلام انا قلته، ده كلام انا هعمله، ومرتبط بقصه الصفقات طبعا، لانك هتشوف صفقات. احنا يا جماعه يعني انا دلوقتي ممكن ان انا معيش صفقات خالص واخش وانافس، والسكواد اللي معايا ده يكسبني عادي جدا، كام صفقه اعاره كده بسيطه وخلاص خلصت، انا دنيتي زي الفل. انما لا، انا مش هعمل كده، انا عايز السكواد يبقى اتقل من كده. طبعا شفنا ابراهيم اللي انا وديته اعاره ودلوقتي سعره بقى 80 مليون قيمه تسويقيه، يعني انا ممكن ابيعه ب 100 مليون عادي جدا. هتقول ابراهيم جاي هيعمل ايه؟ ده ابراهيم وسط عتاوله، نوانيري وريو ودوران فيلي وناس يعني مش هيلعب ما بينها خالص. ولكن اقول لك لا، انا محتاج ابراهيم جدا. انا ابراهيم لو كنت هبيعه كنت بعته من زمان جدا، لما كنت مزنوق في فلوس وكان ابراهيم اوبشن قدامي ان هو يتباع وهيفك زنقه، وما بعتوش عشان هو لعيب صغير ولعيب عنده بوتنشن ولعيب انا واثق فيه جدا جدا. فانا بقول لابراهيم يا ابراهيم اوعى تحسب ان انت هتيجي تقعد دكه
مفيش عندي الكلام ده. هتلعب يا ابني وهتشارك وهتاخد ماتشات، واوعى تحسب ان ونيري ودورانفيلي وريو احسن منك، لا كلكم بالنسبه لي زي بعض. ما دام انت مش جاي في سكه بوني واوبي خلاص انت يا باشا مش مظلوم، انت مش مظلوم، انت زيك زي غيرك. اما بقى لو بتلعب في نفس مكان اوبي وبوني ساعتها اكلمك اقول لك انت مظلوم جدا طبعا. وناس كتير مقتنعه ان انا ممكن ابيع ابراهيم لحد يومنا هذا، وبقول لكم ان ده مش هيحصل. انا محتاج ابراهيم، انا محتاج ريو، انا محتاج دورانفيلي، انا محتاج نوانيري، دول الاربع ونجات بتوعنا في هذا السيزون، فانا مش هجيب ونجات تاني. ولكن عندنا بعض التعديلات في المراكز الاخرى. طبعا عندنا بوني واوبي ودول استرايكرين الاساسيين معانا. عندنا كروبي قاعد على الدكه، ولكن كروبي طبعا اكتشفت اكتشاف رهيب، وهو ان هو بيتطور بمعدل بطيء جدا، او جايز يكون مش هيتطور اصلا. وده طبعا لاني ما اشتريتوش في سن اصغر من كده للاسف، يعني فوتته وقت ما كان في ايدي ان انا اعليه بوتنشن اعلى من كده بكتير. قعد مده طويله علي فيها الكام ريت اللي عليهم دول. ولكن على العموم كروبي قاعد معايا لحد هذه اللحظه. الله اعلم ايه اللي هيحصل في المستقبل، الله اعلم ايه اللي هيحصل في الكام يوم الجايين. جايز في صفقه كده تزغلل عيني فاعمل صفقه تبادليه ادخل كروبي فيها، الله اعلم. ولكن احنا محتاجين تجديدات مهمه جدا في مراكز الدفاع، في مراكز خط النص، في مركز الجول كيبر. بحط تحديات في خط. انا عمري ما هكسب بطوله طول ما انا معايا ايبولو الكلب، وبقولها في الاعلام اهو، انا بخافش على مشاعر حد، انا بخافش على مشاعر اللعيب اللي بيخافش على مشاعر ايبولو. انت مش مكمل معايا هذا السيزون، شكرا، انقطعت العلاقات يا عم ايبولو، الله يبارك لك. احنا نهرج يا جماعه، احنا نهرج يا جماعه. يتشاط عليه من بره ال 18 تخش جون، ومن جوه ال 18 تخش جون، من يمين من الشمال. ايه يا عم، كان بيركب علينا ناس يعني لسه بتلعب كوره اول امبارح وبتجيب فينا جوان اغرب من اللي قبليها. فمعلش يا عم ايبولو اعذرني، انت لعيب منتصف جدول، عايز تلعب مع فرق منتصف جدول روح لفرق منتصف الجدول، انما انا مش فريق منتصف جدول. فانا بقول ان هيجي صفقه جول كيبر تقيل، وده اهم صفقه عندي، وده بالنسبه لي حياه او موت. وهحاول نعمل ابجريد في كذا مركز. مش عايز احرق بقى الصفقات اللي هتحصل ومش عايز احرق الكلام، ولكن بقول للجماهير تستنى موسم ميركاتو قوي جدا جدا. انا عايزك كده تبقى قاعد عارف ان انت هيبقى معاك فريق الاحلام ان شاء الله. هتقول لي انت ايه الثقه دي، ميزانيتك 45 مليون بس؟ هقول لك يا باشا يا باشا احنا عندنا نفس الاستراتيجيه، سلم واستلم وادفع الفرق. عايز الجماهير تبقى قاعده وعارفه ان هي بتتفرج على فريق كبير، وباذن الله باذن الله الثلاثيه المحليه في نادي لعب وحرفنه لهذا السيزون. اجمع لي لعيبه يا ابني عشان في اجتماع بسيط كده عايزين نصفي فيه حساباتنا. طب يا جماعه ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يعني اي حد متضايق انا عايز اقول له ما يتضايقش خالص. انا عايز اخش الموسم ده واحنا فريش كده يا جماعه ودنيتنا حلوه مع بعض. دلوقتي هنبتدي واحده واحده كده باول جول كيبر معانا، وهو الجول كيبر الاحتياط اللي الصراحه انا يا ابني اسف، انا اسف ان انا ما كنتش بديك فرصه وما كنتش بلاعبك، وعايز اقول لك ان انت هتبقى حاجه مهمه في المستقبل، واستنى اللي جاي، وهتبدا تاخد دور حتى بعد ما ايبولو يمشي، وحتى بعد ما يجي جول كيبر المفروض اتقل من ايبولو هتفضل تاخد فرصه. وانت متضايق طبعا لعقدك، فيعني ما ينفعش تجدد عقدك، او انت مش شايف ان عقدك ممكن يجدد دلوقتي. طب انت ليه متضايق لعقدك؟ يعني ليه عامل ديسلايك على عقدك؟ بتاخد 8000 يا راجل، 8000 بالنسبه لريتك والله 8000 حلو، ما تستعبطش، وروتيشن ودنيتك حلوه، ف والله عقدك كويس يا ابني، وقيمتك بقت 9.5 مليون بعد ما كنت جعر. هنقول يا ابني ما انا بعمل فسيخ شربات ومش من اول مره يعني. فاتمنى انت تبقى مبسوط معانا وهتنبسط، لانك هتلعب الفتره الجايه بشكل اكتر من اللي فات. حبيب قلبي حبيب قلبي، اللي كل حاجه معمول عليها لايك ما عدا البلاير بيرفورمانس، وعندهم حق الفورم بور، وعندهم حق ما بيظلمكش والله العظيم. لو معمول على اي لعيب تاني اقول لك بيظلموه، انما انت مسخ. ايبولو والله يعني طفح الكيل، والله العظيم طفح الكيل. انا هحطك في قائمه الانتقالات يا ايبولو، ما تزعلش مني. جالك عرض حلو بفلوس كويسه تمام، ما جالكش عرض حلو هنعمل صفقه تبادليه ما بينك وبين جول كيبر تاني يبقى احسن منك شويه وندفع الفرق. ايبولو بالله عليك غور من وشي، انا تعبت، انا بشوف خلقتك بحس ان انا هيخش فيا حاجه ايا يكن ايه هي، بس في حاجه هتخش دلوقتي. والله مثلا عايز اقول لك ان انت برغم ان بيقولوا عليك ان مستواك وحش، يعني ظاهر في التقرير ان انت مستواك سيء، وظاهر ان انت مش مبسوط معرفش ليه، مع ان عقدك يعني لسه باقي فيه شويه وقيمتك التسويقيه نوعا ما كويسه وبتاع. ولكن يا ماس انا شايف ان خط الدفاع الصراحه كان مظلوم، بالاخص بسبب الكلب اللي بيلعب وراك اللي اسمه ايبولو. انا شايف ان انت من اللعيبه اللي مظلومه ولعيب كويس ويجي منك، ولكن انا شايف ان مش هيجرى حاجه لو لقينا فرصه ان احنا نعمل صفقه تبادليه ما بينك وما بين لعيبه اجمد منك وندفع الفرق بره. عرفنا نعملها تمام، ما عرفناش انا مبسوط بوجودك. فطبعا مش هحطك على قائمه انتقالات، انا مش مستني منك عروض، ولكن انا ممكن ان انا اعملك في صفقه تبادليه
تبادليه قصاد لعيب ليفت باك اجمد منك بشويتين ثلاثه. ما اشوفش وشك يا ابن الكلب من هنا، يلا امشي وغور في 60 داهيه تاخدك. ما اشوفش وشك لعيب لا بتتطور، لعيب بتتطور بالموت على ما بتعلى ريتايه يا راجل. لعيب ما بتنزل بتعمل لي غلطات دفاعيه تقرف الكلب. انا خلاص يا جماعه مش قادر اطور حد، انا تعبت، انا بلعب دلوقتي في ليفل مختلف تماما، مش مستني غباء والله يبارك لكم. خلاص يا جماعه احنا بنلعب في ليفل تاني، احنا عايزين نكسب الدوري، عايزين نكسب الكاراباو، عايزين نكسب الاف اي كاب. غور من وشي يا ابن اللذينه غور. والله يا باه برضو بيقولوا لك ان انت ادائك زي الزفت، بيقولوا لك ان انت الفورم بتاعك باد، ولكن انا شايف ان انت من اللعيبه اللي اتظلمت، من اللعيبه اللي ممكن يجي منها حاجه. راهنت عليك والرهان كان كسبان، ودلوقتي قيمتك ما شاء الله يعني 92 مليون، وبيتبعت لك عروض فوق ال 100 مليون على الترابيزه. انا مبسوط بيك، انا فرحان بيك، انا شايفك اوبشن معايا حتى لو ما لعبتش اساسي. يعني انت اساسا الرول بتاعك امبورتنت، فانت ممكن تقعد دكه عادي ومش هترغي معايا كتير. فحتى لو ما لعبتش اساسي الفتره الجايه، لو عملنا صفقات اجمد منك مثلا في مركز المدافع، فانت هتبقى اوبشن موجود في الدكه، اتقل كتير من كانفوت ومن كوليبالي ومن الناس العبط اللي قاعدين في الدكه دول. تحصل اخوك خلاص، شوفوا لكم عرض انتوا الاثنين، روحوا فريق بقى يعني يستحمل العته بتاعكم ده والقرف. عيني بيتقال عليكم ان انتوا كويسين، بس انتوا طبعا يعني ما كنتوش بتلعبوا اساسي اصلا، ولا ما يعرفش يقول عدسه حبيبي، والله اللي ما يعرفش يقول عدسه. اتكل على الله يا عم كوليبالي انت وكانفوت، عشان انا تعبت والله العظيم. حبيب قلبي اللي جه وعمل طفره في خط الدفاع وعمل اداء ولا اروع والله العظيم. سنوف طبعا انت عيبك الوحيد حاجه واحده بس، سنك ان هو 25 سنه، وطبعا انا بالنسبه لي السن ده مميت. يعني انا ما بقعدش لعيبه عندي عنده 25 سنه، انا ما اقبلش ان لعيبه عندي يبقى عنده 25 سنه، وبالاخص لو ريته مش يعني داخل على 90، يعني لو ريتك داخل على 90 اسيبك، انما ريتك لسه في بدايه الثمانينات ساعتها بقى انا بحس كده بايه نغزه هنا كده. لكن على العموم يا خوسانوف انا هحاول ان انا اعمل صفقه تبادليه، ان انت تروح ويجي مكانك لعيب اجمد وندفع الفرق بره. عرفت اعملها تمام، ما عرفتش اعملها تمام، يعني انت زيك زي اماس والله مشيت وجي مكانك لعيب اجمد ودفعنا الفرق، انا هبقى مبسوط اكتر. فضلت قاعد والدنيا دي ما تمتش، والله انا برضو مبسوط، ادائك كويس، بس انت مشكلتك ان انت في خطط التطوير ما بتتطورش. بيجي لي عنك تقريرات يا عم خوسانوف ان انت محتاج كتير عشان تتطور، فبالله عليك نشد حيلنا اكتر من كده. لو عايزين نقعد، في عندك فرصه لحد ما موسم الانتقالات يخلص، خد بالك، عرفت تتطور ورجعت نفسك كده، اديك قاعد ارفع لك القبعه واديك تحيه يا عمي ويا عم عيالي. بحبك يا اتشيمي بونج، بحبك والله العظيم، وشايفك لعيب محترم جدا، لعيب جوكر، بتنفعني ارتكاز، بتنفعني سنتر باك، بتنفعني رايت باك، ولعيب كويس جدا، عندك كل المقومات، بس محتاجين نتطور بشكل اسرع من كده يا اتشيمي بونج. يعني انا عارف ان انت بتتطور والله، وخطط التطوير بتاعتك كويسه، وبتقعد وقت محترم، يعني مش وقت كبير قوي، ولكن انا محتاجك فاستمر. وانا شايف منك يا ابني بوتنشال محترم، انت باك محترم جدا، انا بشوفك ان نفسي بتجزع، يعني انا بشوفك كده نفسي بتجزع كده. انا تعبت منك بس انت قاعد عشان انت 22 سنه وخطط تطويرك تمام وبتتطور ودنيتك زي الفل، فهقول ان انا هراهن عليك، يمكن نلاقي نفع منك مستقبلا. وبالنسبه لموضوع عقدك لو ينفع انا تمام ماشي، ما ينفعش خلاص اديك قاعد، ولسه باقي في عقدك كام؟ لسه باقي في عقدك سنتين، فاقعد يا ابني ودنيتك زي الفل. ولكن ما اظنش ان انت تلعب اساسي معايا الفتره الجايه، هتبتدي تاخد دور الروتيشن. ريو اللي لحق نفسه وعمل اداء محترم اخر السيزون، ومش بس كده ده اتطور كمان وعنده لسه 20 سنه. ريو انت يعني شكلك كده داخل في قصه انك تبقى في مقام ابني، فتمام بقى، يعني عايز تغرس كده، خش يعني في بوني جوه وفي اوبي، يعني حاول كده تاخد لك مكان. طبعا زي ما اتفقنا هتبتدي تلعب، اوعى تحسب ان انت دورانفيل احسن منك، لا هتبتدي تلعب، وممكن تلعب عليه اساسي لو هو خيش، ولو ما خيش وانت جامد وهو جامد هتلعبوا شوط وشوط عادي جدا، ما عنديش مشكله. وعندنا ماتشات كتير يا جماعه، مش عايز خناقات ابوس ايديك، انا هدوقك المر والله العظيم يا ابني اقولي، بس انا هدوقك المر. انت محطوط على الترانسفير ليست اساسا، وجالك عروض قد كده وما قبلتش ولا عرض، وعمال بترغي في العروض، ما اعرفش ليه. اللي لعبت معايا اساسي ادي، بص ادي سكسوكتك دي لو لعبت معايا اساسي، عشان انا ما عنديش دقن بس، فانا اللي هو مش عارف اعمل لك كده، بس اللي هو ادي سكسوكتك اللي انت عاملها دي لو لعبت معايا اساسي الفتره الجايه، او حتى روتيشن. انت مش في حساباتي اصلا يا ابو، عايز تمشي امشي يا حبيبي، مش عايز تمشي عن امك ما مشيت، خليك قاعد معانا وخلاص، قاعد كده هتيا ولا ليك عاد. تحيه للفحل بلينجهام، الشخص اللي علم من نفسه دفاعيا ومن ناحيه الفيزيكال وظبط لنا رتم اللعب. والله يا ابني انت لعيب كويس، ولعيب يجي منك، ولعيب ممتاز، طور وكمل على كده، وباذن الله هتروح في حته كويسه. نجم النجوم اللي داخل على 90، ما شاء الله يا حبيبي، ما شاء الله يا ابني، كمل يا ابني، انت من احسن وينجات اللي موجوده في الدوري الانجليزي، قلت لك وهقولها لك تاني، اللعيبه اللي راهنت عليها وكنت حاطط عيني عليها لحد ما عرفت اجيبها، وقلت لك معايا هتروح في حته، اللي
يروح ما يرجعش. وادي اهو بيتبعت لك عروض ب 200 مليون وب 200 مليون وحاجه، قيمتك التسويقيه 178. فيعني كمل وباذن الله يا ابني هتبقى يعني لعيب اسطوري اسطوري. ايوه يا ابراهيم، ايوه يا ابراهيم، الكلام اللي انت سمعته في الاعلام ده صحيح. انا فعلا يا ابراهيم مهتم ان انت هتقعد معانا. انا شايفك اللعيب اللي محتاجه الفتره الجايه. ما اعرفش انت يعني متضايق من عقدك ليه، بس برضه هاجي اقول لك العقد هتقول لي لا، فتمام ماشي خلاص خليه. لسه بقى في عقدك 3 سنين بالمناسبه، فاديك قاعد يا باشا تاخد مرتب 23000. طبعا مرتب وحش بالنسبه لريتك دلوقتي ولدنيتك، ولكن وقت ما تعوز تجدد عقد انا موجود يا ابني، انا راضي. انا شايفك لعيب كويس وهحتاجك في الفتره الجايه جدا. صفقتي اللي راهنت عليها وقلت الراجل ده لو جه هيعمل فارق، وفعلا عمل فارق. نوانيري والله يا نوانيري، انت عملت اداء محترم، انت لعيب مكمل معانا، انت لعيب اسطوره، كمل على كده يا ابني وباذن الله هتروح في حته كويسه. اسطورتي اللي اشتريته هو ريته 68 ودلوقتي ما شاء الله ريتك 80، وقيمتك التسويقيه كام كده فكرني؟ قيمتك التسويقيه 67 مليون. يعني انت ممكن نتبعت لك عروض ب 100 مليون عادي جدا، ولسه عندك 21 سنه. استحاله بيعك يا عمر. انا بحبك يعني، لو ينفع نجدد عقد مدى الحياه، ينفع نمضي مع بعض عقد احتكار يا اوبي يعني، يا ريت. كلام فيك خلصان يا عمي وعم عيالي وابني وابويا، كل حاجه انت عايز، كل حاجه انت عايز. بص رافع لك الايدين، تحيه باليمين وبالشمال يابا، واللي انت عايزه النادي ده تحت امرك. يعني معلش انت قاعد في ملك ابوك من اخر، اؤمر اتمنى اللعيبه دي كلها تحت امرك، كل الكلاب اللي فوقيك واللي تحتيك دول يا باشا اللي انت عايزه. انا ذات نفسي اللي انت عايزه، انت الابن المدلل ليا. عايز وقت ما تعوز تجدد عقدك تعالى قول لي يا ابويا انا عايز اجدد عقدي، اقول لك يا باشا الميزانيه مفتوحه، خزنه مفتوحه، خش خد اللي انت عايزه، خد اللي انت عايزه يا ابويا. انا مش هسرقك. 25 سنه اهو، ده بقى اللعيب ال 25 سنه اللي قعدوا معايا. 25 سنه بس ريته 87 وداخل على 90، بيجري على 90 يا راجل. واخر لاعب معانا وهو كروبي. والله يا كروبي بص، انا يعني طبعا شايف ان انت لعيب امكانياتك كويسه، لعيب يعني كنت محتاج تتجاب بدري شويه، ولكن برضو انت من اللعيبه اللي خطط تطويرها هتقعد كتير جدا، وجايز تكون ما تتطورش اكتر من كده اصلا، وده شيء يضايقني. يعني ده شيء يضايقني يا كروبي، بغض النظر ان انت امكانياتك كويسه وشايف ان انت تقدر تلعب، ولكن انا شايف ان انا مش هلاعبك اساسي كده كده. فممكن ان انا اعملك في صفقه تبادليه مع لعيب كبير بقى محتاجه في مركز تاني. هتقولي طب ما كده مش هيبقى فيه سترايكر دكه، هقول لك وليه؟ ما الراجل ده موجود بيعرف يلعب سترايكر، لو عوزناه يا باشا سيب مركز الوينج ده وتعالى سترايكر، وكده كده الوينجات على قفا من يشيل. معانا ابراهيم ومعانا نوانيري ومعانا ريو والدنيا زي الفل، ومش هجيب سترايكر تاني الصراحه. عشان ايه؟ انا تعبت من قصه سترايكرات اللي اجيبها والاقيها مش شغاله، او الاقيها مش هتلعب اساسي واللي بيلعبوا اساسي اجمد منها. انا تعبت من القصه دي بقى، محتاج اركز في مراكز تانية محتاجين فيها لعيبه بجد. فممكن اعمل كده يا كروبي، واتمنى انت ما تزعلش، انت لعيب كبير ولعيب كويس. وخلاص يا رجاله، اتمنى ما حدش يزعل مني، اتمنى ان احنا نبقى متفاهمين وجهه نظر بعض اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، وطبعا يعني كله ما يزعلش ما عدا ايبولو يتفلق عادي. ويعني بص انا ما بطيقش امك، انت ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نبتدي كده بسم الله. عايزين نبتدي بس يا جماعه بايسوجو. انت وحشتني والله العظيم، وحشتني. لو اعرف ان انت معزتك قويه عندي كده يعني كنت اشتريتك والله، بس انا معيش فلوس وصراحه انت غليت قوي والدنيا عندك بقت صعبه. فانا هحاول يا ايسوجو ان انا اشتريك، او مش اشتريك يعني اجيبك لون تاني سنه لو هيرضوا. والله انا في غايه الفرحه، انا طاير دلوقتي يا ايسوجو، والله انا طاير. بص بطير ازاي. انتوا عبت قوي يا تشيلسي، ده انتوا معاكوا جوهره، ده انتوا معاكوا خط نص ومدافع جوهره. انا عايزه عادي جدا، انا معيش فلوس اجيبه الصراحه يا اختاه. انا ما اعرفش انتوا اللي بيبعتوكي ليه يعني، فين يا جماعه؟ فين تشابي الونسو يا جماعه؟ مش لسه ماسك تشيلسي؟ عايزه عادي جدا، انا عايزه سنه بعد اذنكم. 50 مرضية والله مرضية، انا ادفع فيه عادي 50 ما عنديش مشكلة. تيجي حالا ما تهزرش، تيجي حالا. اما بالنسبة لتاني صفقة اعارة فهي هتبقى جراي. يا ابن اللذينة يا ابني ما ينفعش والله العظيم، لازم تيجي. ما تهزرش يا جراي، انا كنت عايزك يا جراي. انت بتلعب رايت باك وسنتر باك وسي دي ام، لازم تيجي طبعا. للاسف يا جدعان عقده باقي فيه قليل، فالراجل مش هيعرف يجي دلوقتي، فيعني جايز يجددوا له عقده في الايام الجايه، ساعتها نعرف نخطفه ونشوف الكلام عليه. نيجي لاهم صفقة في دنيتي وحياتي. تعالى دلوقتي عشان عايزين نتكلم مع هذا الجول كيبر الخارق اللي ريته بقى 86. بص يا ابن الحلال يا اوناي امري، انا بغرق بجد. انت هتاخد ايبولو اللي ثمنه 43 وهديك فوق ايبولو ايه بقى؟ انا عايزك تركز معايا. انت لو خدت 15 انت كده هتبقى واخد كام؟ انت هتبقى واخد 58. نمشي الدنيا. عايز 59 فوق ايبولو؟ انت مجنون يالا، انت مجنون رسمي. لا انا معيش 59 اصلا، انت مجنون ولا ايه؟ شيل ايبولو. استنى ما تتهورش. فروبي عامل له 58 وهديك فوقيه 10 مليون. انت كده واخد يا عم اهو الفلوس بتاعتك. ما تبقش كتير بجد عشان هتعصب عليك وانا ماليش
تخليش عزيز، خد بالك. هاته يا راجل يا جعر، يا راجل يا جعر، انت معاك جوهره وبتلعب اساسا منتصف جدول. هاته يا راجل يا جعر، ما تهزر. عايز كروبي؟ معاه واتكنز الكلب، معاه واتكنز. ايه ده؟ انت تشابي؟ مش ده تشابي الونسو يا جدعان؟ مشيته اوناي امري امتى؟ لا انت بتهرج بجد. خلاص ارجع خد ايبولو تاني. واخر حاجه عندي بجد 20، يعني مش هقدر ان انا اديك اكتر من كده يا جدعان. ده على اخره، ده اتعصب بسرعه قوي. ده ايه ده؟ احنا ما لحقناش نتكلم. انا ما لحقناش نتكلم يا تشابي. انت ايه بتتعصب بسرعه قوي كده ليه؟ انت عصبي قوي يلا، انت عصبي قوي. عايز يفكر في الموضوع. ماشي، فكر وقول لي يا عم تشابي، فكر بس فكر بعقل بالله عليك، بلاش تبقى لطخ. انا عدي كام يوم يا رجاله لحد ما يفكر يعني. ماشي. راجل جاي له عرض اهو يا جدعان ب 20 مليون. انا هوافق. 20 مليون ده بالنسبه لي رقم اساسا يعني كبير جدا بالنسبه له، وهو برضو لسه بيفكر ولسه لسه ما ظبطش دنيته. تمام ماشي براحتك. بعت لك عروض ب 100 وحاجه، خد بالك يعني، خد بالك. عيب عليك بقى، انت بتلعبش مع اي حد يلا، انت بتلعب معايا. ايسوجو جه صح؟ ايسوجو جه. ايسوجو جه يا جماعه، رحبوا بايسوجو يا جماعه. يا اخي وحشتني والله في الكام يوم اللي فاتوا دول يا اخي. ما تمشيش تاني وتسيبني يا ايسوجو، بالله عليك بالله عليك. افضل اخدك اعاره لحد ما تعتزل بالله عليك يا شيخ. اهي الاعاره الاولانيه انا كنت جايبك ريتك 82 واديتك اليوم ريتك 85. الاعاره دي بقى انت ممكن توصل لهم 90 عادي. تعالى يا راجل، تعالى يا راجل. بس رايح فين؟ رايح فين؟ رايح تشيلسي. يا مش تلعب اساسي في تشيلسي معايا هنا؟ هتلعب اساسي يلا. معايا هنا هتتطور وتبقى جامد، ولما لعبتش خط نص هتلعب مدافع، هتلعب في كل حته. تعالى برضه قله ادبك يا اخي. تعالى يا اخي تعالى. تشابي الونسو يا جدعان، لا بجد تشابي الونسو رخم رخم وغتت. 45 ايه يا جدع؟ 45 انت عايز تاخد كام؟ انت عايز تاخد 88 في ريستس. ده مش الدرجات دي يا حبيبي يعني. تعالى طب السيلم كلوز، تعالى السيلم كلوز هنخليها 10% خلاص، وهنيجي هنا هنخلي دي 10 مليون اهو. يا عم خد 2 مليون زياده خلاص، و10 سيلم كلوز. ايه رايك؟ 5 يا راجل بقى، يا راجل اتكلم عدل يا راجل. 12% سيلم كلوز، 12% سيلم كلوز. فكر في الموضوع. وهنخلي دي كام؟ هنخلي دي 15 مليون، او اقول لك حاجه هنخليها 17. والله ما كتير عليك. يلا يا ابني بطل رخامه يا ابني، يا ابني الحلال بطل رخام. مش هينفع معيش 45 اصلا. 20 مليون و15 سيلم كروز. والله يا ابني جامده، والله جامده. انا لو مكانك كنتش هوافق الصراحه، ما كنتش هوافق. اكيد مش هاخد ايبولو يعني، اكيد لو مكانك ما كنتش هاخد ايبولو. معلش اقول الحق الصراحه. فكر في الموضوع بقى. انا عارف ان هو قليل يا راجل، بس هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ ما هي الميزانيه، هي الميزانيه بتاعتي. طيب انت بتعايرني ولا ايه يا احمد شاب؟ انت عشان معاك ميزانيه وربنا فتحها عليك. والله ما هسيبك ياض برضه ياض، مش هسيبك ياض. قول لهم حاجه، هتيجي معايا هتبقى اسطوره، هتوصل لل 90 دي بفردة كعب. ايه ده؟ مين ده يا جدعان؟ مين اللي جاي ده يا جدعان؟ ده حد جاي ولا حد ماشي ولا ايه؟ مين ده يا ابن الكلب؟ اخيرا وافقت، اخيرا ماشي البيه. اصل البيه كان مفكرني، كان مستنيه نبوس ايده يا جدعان عشان يمشي. غور يلا بلا سلام بلا كلام. غور يا ابن اللذينه. وافق على العرض ابو 16. ماشي. اصل هو يا جدعان يتباع ب 24، ممكن كمان 25، فهو يعني يتباع بفلوس محترمه. المهم ان هو غار والله العظيم. بصوا يا جدعان، بصوا رفض يونيون برلين اللي كانوا باعتين فيه 20 مليون. حلو قوي. غرت في داهيه، بس ده المهم. انا مش عايز اشوف وشك. بص انت هتجاف فيك بتاع 24 مليون يعني. هي اخرها 22 ونص، بس احنا نقول ايه 24 مليون يا عم الحاج. ايه رايك؟ 24 مليون شايفها مرضيه والله. كنا ممكن نزود اكتر. اخرك 23 يعني، قول 25 او 26 يا جماعه. يلا عشان عايزين نبيعه باعلى سعر. بس يا جدعان معلش وافق على طول برضو. كنا خليناها 30 ولا ايه يا اخي؟ حتى اللعيبه الدكه اللي ملهاش عايزه اللي بتقعد عندي يعني يسووا كتير والله. يقولوا جاي له عرض من ليفربول يا جحده. طب ليه؟ انتوا متخيلين يا جدعان يقبل ويتباع ب 71 مليون؟ يا نهار ابيض، ده اجمد منه يخش صفقه تبادليه طبعا. طب بقول لك ايه، تعالى نخليها 75 مليون وانا راضي. والله العظيم لو ما جبت جول كيبر انا راضي. اقول لك يا عم عشان ما تخلعش 74 مليون. فكر في الموضوع، قللت لك مليون اهو. استنوا يا جدعان بقى نبيعه بسعره بجد. سعره بجد 72 مليون اهو. 72 مليون مرضيه والله العظيم، مرضيه بالنسبه لي يا ابن اللعيبه. غور في 60 ده هتاخدك لو بوظت العرض. وربنا هجيب بتاعه السلخانه دي، احنا في العيد هجيب بتاعه السلخانه من عندها يا جزار، وهعلقك على باب النادي. لو رفضت العرض هنفخك يا ايبولو الكلب. ايبولو جاي له عرض من تشيلسي. يلا انت مطلوب يلا ده انت مطلوب يلا. ايه ده؟ ازاي يلا؟ طب ايه يعني؟ انا في مشكله معايا شخصيه؟ طيب ما بتصدش معايا انا؟ انا مش فاهم طالبينك على ايه؟ ده انا هتجنن يا جدعان. ولا مفيش جول كيبرز في البلد ولا ايه؟ 75 مليون يا تشيلسي. انتوا معاكم فلوس بجد. انتوا معاكم يا راجل. هاتوا ممكن نتكلم، بس يعني لو ينفع هاتوا، احنا ممكن نتكلم.
في صفقة تبادلية. يعني انا عارف يا هاتو ان انت يعني الموضوع صعب بالنسبة لك، هما ماسكين فيك بايديهم واسنانهم. انا هديكوا كروبي يسوى، والله المفروض كروبي يسوى اكتر كمان من 58 15 مليون او 17 مليون خلاص، وهديك فوقيه سيريوم كلوز 10%. فكر في الموضوع كده، فكر. طردني وقال لي اطلع بره. اطلع بره، بتقول لي انا هطلع بره؟ يلا بيقولوا جاي له عرض تاني من نيوكاسل. يا ابني انت هتجنني ازاي؟ يا نمس يا نمس يا ابن اللذينه، لا انت مش سهل. يلا والله العظيم الواد ايدي هاو ده ما سهل خالص. هو عارف ان انا عيني على ايوب ونفسي فيه. يقول يا باشا انا اخلص من ايوب، واخد لي بالك ابو 52 مليون، ها، وادي له فوق 190 الف كده اللي هو ايه مصروف الواد يعني. يا ابن اللذينه ايدي هاو التعبيط. ايدي هاو ولا ايه؟ الواد بيتباع بحاجه و70 مليون. انا ما كنتش اعرف ان انا معايا كنز يعني. تعبيط ايدي هاو ولا ايه؟ ده ايدي هاو شارب حاجه على المسا. ايوب وقت ما انا عاوز اجيبه هبقى اجيبه بفلوس يا عم، مالكش دعوه. انا باجي اخلص فيه. انا عايزك تقول لي انت اقنعتهم بايه؟ طيب يعني اقنعتهم بايه يا بعيد؟ عملت ايه عشان الناس دي تيجي تبعت لك؟ عملت ايه في حياتك؟ عملت ايه؟ ده بركه دعوه والدين دي ولا ايه؟ انت اهلك راضيين عنك؟ انا مش فاهم. انا حاسس يا جماعه ان انا حمار، اول مره احس ان انا مدرب حمار. ده موافق على 72 ونص، والله ما ادفع فيه، والله ما ادفع فيه يا راجل. يا راجل ده ما بيعملش ريفلكس، ما بيعملش ريفلكس واحد. يلا انت غريب، انت لغز. انت عملت ايه طيب؟ يعني انت عملت ايه؟ عملت حاجه؟ طب في الاجازه اللي احنا فيها دي مخليه النوادي بتحفى وراك ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. حلو قوي، عندنا بطوله، والله ناخد البطوله اللي هي فيها فلوس اكتر. 6 مليون دي حلوين، يلا بينا. يقولوا جاي له عرض من بايرن يا جماعه يعني. طب يعني اقنعوني والله العظيم. ابعت لي عرض تبادل مع جواو كيميتش يا جماعه. ابعت لي عرض تبادل مع كيميتش يا جماعه. للدرجه دي يا جماعه؟ الواد ده جامد قوي. لا طبعا مش هاخد كيميتش. تجيب لي كيميتش وهو بيموت يا صاحبي ولا ايه؟ عبيط ولا ايه؟ تعالوا يا بايرن تعالوا، عشان انتوا ممكن تدفعوا عادي. وهاخد 72 مليون زي اخواتك يعني ارسنال وليفربول. انا مش عارف، هو شكله مش هيمشي يا جدعان، والله شكله خزوانه. كومباني موافق يا جدعان 72 مليون. يا ابني ما تتباع يا ابني، اخلص. ده انت غيتي 25 وخوسانوف و5%. ايه رايك؟ فكر في الموضوع. عايز وقت عشان يفكر يا ابني. انجز بقى، انجز مشي الدنيا بقى. ده انت رخم. خوسانوف جامد والله. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. ايبولو هو كمان، ايبولو الجعر، حتى ايبولو الجعر رفض العرض ومش عايز يروح بايرن ميونخ. ايه ده؟ امال ايه اللي هتفكر وهتنيل وتزفت؟ ده انت كمان خوسانوف شلته من حساباتك مش عايزه. بقول لك ايه يا ابن الناس، خد استنى بس انا هفهمك. خد ايبولو خلاص. هو ايبولو انا شكله لبسته، انا لبست ايبولو. ده مش عايز يمشي بال 72 مليون. انا مش فاهم اللعيبه دي بجد بتعمل معاك كده ليه يعني. وخد على ايبولو ده 25 مليون. انت كده الواد اساسا يسوى حاجه و70 يعني، والله العظيم الواد يسوى حاجه و70 يا باشا. طب حلو كويس انك شلت السيلون كلوز. بص بقى تعالى بص، لو 30 مليون و43 كده كام كده؟ 73. مشيها 27. مشيها 27 ماشي. 27 اهو. 27 حلوه قوي. 27 ويغور، والله العظيم يغور يا جدعان. بس تعالى بسرعه. 4 سنين ده 4 سنين. انا ما عنديش مشكله. ريليس كلوس والكلام ده لا فكك منه. طب يلا بينا بقى نشوف العقد والزفت ده. انت بتاخد 100,000 ليه يا ابني؟ انت ليه يا ابني بتاخد 100,000؟ بص انا هديك 70 خلاص، وهديك مليون ونص ساين بونص. يا رب ما يسب لي، يا رب ما يسب لي يا رب. حلو قوي. ايوه تقلل عقدك معايا كده ودنيتك حلوه وخد بونص. اخيرا جول كيبر عليه القيمه يا جدعان. جول كيبر يوصل لل90 مستريح. جول كيبر البوتنشال بتاعه محترم. صد بالله عليك، بالله عليك. انا عايز كده وكده على طول، كده وكده على طول. بالله عليك. ان شاء الله يا جدعان، ان شاء الله يطلع بيصد يا جدعان. ان شاء الله يا ابني هتصد يا ابني. ان شاء الله. امشي يا ابو الكلب، تفخس عليك. امشي يا اخي. المفروض الصفقه دي ايه طبعا ده، وايه بلس كمان. عايز يمشي بفلوس يا باشا عن امه ما مشي. نبدله. ايه المشكله؟ لو اتبدل هيمشي غصب عن عيني اللي جابوه. ما دام مش عايزين تقبلوا عروض ابدلكوا قصاد لعيبه، والله على عيني وعلى راسي. ما اكذبش عليك، انا نفسي جدا في الراجل ده قبل ما يغلى اكتر من كده. فتعالى يلا بسم الله. تعالى يا ايوب، عشان يا ايوب محتاجك بجد. فهتاخد حد من السنتر باكات الجعلات اللي معايا دول. خد كانفوت اغلى ودنيته احلى. هو الصفقه تخلص ب40 على فكره، بحاجه و40 يعني. الصفقه تخلص بحاجه و40. فانا هديك يا عم خد 20 مليون. ولا بقول لك لا 20 مليون كتير. خد 15 مليون وكانفوت. ايه رايك؟ 29 يا راجل. ايه يا راجل كل ده يا راجل؟ ودلوقتي سيرين كروز بقت حلوه ياض. خليها 18. طيب خلاص خليها 18 وسيرين كروز خليها 10% بدل 15. ايه رايك؟ عرض والله المفروض عرض حلو. 22 كتير جدا، مش عارف ادفع له مرتبه يا راجل. خلاص خلي 15% يا عم
وبدل ال 22 دي خليها 18 و15%. يلا انجز انجز، ما تبقاش جعر، انجز. تعالى يا ابو وادي، تعالى يا ابو وادي، تعالى يا ابو وادي حبيبي، تعالى تعالى محتاجك كده يا جدعان. بقى عندنا بيرنال، بيلينجهام، بوادي، ايسوجو. انا كده خط النص 100 فل و10. لو قلت لك انك روتيشن ترضى ولا هتسب لي؟ ايه ده؟ موافق، موافق بروتيشن. انت عسل، بحبك بحبك يا ايوب، بحبك يا ايوب والله. 5 سنين بقى، اقعد بقى اقعد بقى. ده انت يا جدعان الواد طيب يا جدعان، الواد باين عليه طيب وشكلي بحبه، شكلي هحبك. يلا ومشي بيرنا للجعير. 55 خلاص، 55 وتاخد مليون، وتاخد مليون ساين ان بونص. 55 ومليون ساين ان بونص، والله منطقي. لا بص، انا ما بديش البونصات اللي هي دي، يعني دي انا ما بديهاش معلش. هنخليها 55 زي ما احنا، وهنخلي دي يا عم مليون ونص يا عم اهو، عشان ايه تبقى مرضي. مرضي مش مرضي برضو. هنخليها 56 يا عم وهنخلي دي مليون و300 او 400. يلا عشان انت حبيبي بس اخلص بقى. يلا تتنح، يلا ماشي انا موافق. خش خش يلا. لعيب بوتنشال محترم يا جدعان، لازم ياخد دقايق، لازم لازم لازم. لعيب بيعرف يعمل كل حاجه. لعيب المفروض الدريبل بتاعه كويس، دفاعه كويس، فيزيكال بتاعه كويس. لعيب محترم والله العظيم، لعيب جامد جدا. تعالى يا ابني والله هتوصل معاه لحته محترمه. تعالى تعالى. ايوب وبرنال هيبداوا ياخدوا روتيشن من الاثنين دول. يسوجو انت اهم واحد هنا. بص انت اعاره، بس انا عايزك تعتبر نفسك في مقام ابني. اوعى تحسب نفسك اعاره خالص، انت لعيب تقيل. ونوانيري انا واخد بالي ان انت اتطورت. استمر يلا، عاش عليك والله العظيم. والله عندنا لوكا فاسكوفيتش، يعني مدافع يا جدعان طويل قوي، مدافع فيزيكال عنده جامد، مدافع يعني والله البوتنشال بتاعه محترم، ويقدر يوصل ل 90 وعنده 22 سنه بدل 25 سنه اللي هي عند عمنا خوسانوف. فهل مثلا لو جينا لفاسكوفيتش ده قلنا له على فكره فاسكوفيتش عايز فلوس، عايز فلوس كتير، يعني عايز 49 اقل كلام. فلو جينا عم فاسكوفيتش ده قلنا له والله انت هتاخد خوسانوف وتيجي، ايه رايك؟ ايه رايك في القصه دي؟ كل اللي انت هتاخده هو عم خوسانوف. خوسانوف ما بيتطورش، تمام؟ الراجل ده هيتطور معايا في وقت اقل شويه، واخد لي بالك؟ ويجي مكانك. قلت ايه؟ مش عايز خوسانوف. يبقى عندهم مدافعين يا جدعان. ما عنديش حد تاني اوديهولك والله يا باشا، يعني انا مع اللي عندي سترايكر الصراحه مش هوديلك كروبي. كروبي يخش في صفقه اتقل من دي بكتير. لو خدت اماس ومش فوقيه حاجه انا موافق. قال لي اطلع بره. كويس، حلو، اطلع بكرامتي احسن. لازم ال6 مليون بتوع المكافأة دي، لازم 6 مليون بتوع البطولة دي ناخدهم، لازم. حياة او موت يا جماعة. دلوقتي دول الناس اللي هتنزل، لازم تركزوا كويس. خلاص كلكم هتلعبوا، ما تقلقوش، دي بطولة ودية يعني، بس عليها 6 مليون. لازم نموت نفسنا فيها يا جدعان، نموت نفسنا فيها. 6 مليون فيها عشا. يلا التوهوة، يلا يلا. واتلتيكو بالباو يا جدعان على فكرة، يعني اتلتيكو بالباو صباح الفل، يعني مش فريق يعني. عيب والله اما اتلتيكو بالباو يكسبنا ولا يعمل حاجة. الله يخرب بيوتكم يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. شفت الصده دي؟ شفت الصده دي؟ شفت الصده دي؟ ايوه بالدنيا بالدنيا. انا على فكره ممكن ما اعملش صفقات تانية، خلاص كده اتعشت معايا ما دام بقى في حد بيصد يا جدعان. خلاص ياه، اخيرا اخيرا. ده احنا كنا الدنيا عايزه مني ايه بس؟ يعني انا عايز اعرف الدنيا عايزه مني ايه طبعا، عشان اعرف اتفاهم معاها. بس يعني الدنيا عايزه مني ايه بجد والله العظيم؟ يعني يعني لمسه ايده اصلا يا عم، لمسه ايده يا عم. ايه يا عم الشغل الاقرع ده؟ ماشي ماشي، عملت اللي عليك يا ابني، عملت اللي عليك يا ابني، خلاص. مش هتحامل عليك طبعا. وهي يا جدعان اتلتيكو بالباو بتلعب كده ليه؟ هي اتلتيكو بالباو بتلعب كده ليه؟ هي كمان نفسها في ال6 مليون ولا ايه؟ يلا 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 بينا التعادل. ايوه دورانفيلي، ايوه يا بوني. ركزوا كده يا جدعان، ال6 مليون يا جدعان ما يضيعوش يا جدعان. احنا هنشحت يا جدعان كده بجد. فلوس خلصت، فلوس خلصت خالص. مش عارف اقبضكم ازاي اصلا. شكلكم مش هتقبضوا مده حلوه كده. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. يا جدعان اتلتيكو بالباو بجد بتلعب كده ليه؟ ازاي يا جدعان؟ انا عايز حد يقنعني. مالكو ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اتلتيكو بالباو يعني فريق غريب. ايه انوانيري انت ما جيتش الماتش ده يا حبيبي. تعالى يا دورانفيلي، تعالى يا ريو العب ناحيه الشمال. اوبي انت برضه ما جيتش. تعالى يا كروبي العب مكان. يا ابن اللعيبه يا اسوجو، حلوه دي اهو. هو يا جدعان هما بيلعبوا كده ليه؟
يا ابن اللعيبه يا ريو، يا ابن اللعيبه يا ريو. طب ما يلا بقى يا جدعان بقى، حتى هنا هنعاني، حتى هنا هنعاني، حرام عليكم يا جدعان. يا جدعان ازاي بيلعبوا كده؟ لازم يا جدعان سنتر باك تقيل بجد. والله انا تعبت، والله انا تعبت يا جدعان. يعني حتى اتلتيكو بالباو يا جدعان، حتى اتلتيكو بالباو يا جدعان، ما هتنيلوا ايه يا جدعان اما نلعب العتاوله بتوع الدوري الانجليزي دول؟ انتوا في اجازه يا جدعان بقالكم فتره، ما تشلونيش الله يبارك لكم. حتى البطوله دي هتضيعوها، حتى البطوله الوديه هتضيعوها يا فجره. ماشي يا جدعان، ماشي يا جدعان، وربنا يا جدعان لا نفوقكم لو عملتوا الاداء ده في الدوري الانجليزي ولا في الاف اي كاب ولا في الكاراباو. طب بسم الله الرحمن الرحيم كده، تعالى اما ناخد جوله لذيذه. طبعا احسن ناس عندهم بوتنشال ان هم يوصلوا ل 90 عندنا انطونيو سيلفا، وعندنا سيبك من كوبارسي عشان غالي، كنت بفكر فيه بس الموضوع غالي الصراحه قوي يعني. وعندنا بيتشا بودا بتاع ليفربول، وعندنا مين تاني؟ ممكن موسكيرا، يعني موسكيرا ملمس كده في ال 89. تعال نروح لاصغرهم اللي هو باتشا بودا، الراجل عايز 55 مليون. تعال نجرب كده نديهم خوسانوف وناخده، او نديهم كروبي. يعني لو مش عايزين خوسانوف ياخدوا كروبي. بص يا باشا هنبتدي واحده واحده كده بسم الله بخوسانوف. هتاخدوا خوسانوف وتدونا الراجل الطيب من غير فلوس خالص. ضيع وقته، شايف ان هو ضيع وقته. طبعا حق، مشكلتكم ان انتوا فرق كبار. المشكله ان لو لاقي مدافعين زي دول في فرق مش كبيره الموضوع ده هيتم بسهوله جدا. طب بالمره تعال نجرب، عشان لو طردنا نطرد مره واحده. تعال نجرب كده للاستاذ انطونيو سيلفا مع كروبي. كروبي ب 59 مليون، والله يسوى يا جماعه. شايف الراجل المحترم لويس انريكي بعشقك. هتاخد خوسانوف يا باشا اللي هو ما بيتطورش واللي هو عنده 25 سنه وريته 83. هاخد انطونيو سيلفا اللي ريته 84 وبيتطور وممكن يوصل ل 90. بس موضوع بسيط والله. وانا عندي يا جدعان اقبضه ولا ما عنديش؟ اوعى تقول لي ان انا ما عنديش، هعيط. كروشال طبعا يا عمري يا عمري. 60,000 في الاسبوع. هتاخد مليون ساين بونص. قلت ايه 62؟ والمليون دي خليها مليون ونص. يلا اهي، انا شايفها عرض حلو. يلا خش يا باشا على النت. ناقصنا صفقه بس نغور بيها الواد كروبي ده ويكون صفقه جامده. خش يا باشا، خش يا باشا. مدافع تقيل يا جدعان، مدافع تقيل ماسك نفسه، فيزيكال، دفاع طويل، دنيته زي الفل. مدافع تقيل يا جدعان، يلا بينا. اول صفقه في الدفاع اهو، اول صفقه في الدفاع. يلا بسم الله بسم الله. ايه ده؟ انا ممشي كروبي اصلا. انا مفكرني مشيت كروبي، انا مشيتش خوسانوف يا جدعان لسه. معلش اختلط على الامر. يبقى محتاج امشي خوسانوف. يبقى خوسانوف يا جدعان لازم يمشي، خوسانوف لازم يمشي. تعالى يا باشا اما نشوف الراجل الطيب. ايه ده يا جدعان؟ ده طلع هيقعد كتير على ما يتطور. ليه كده؟ عشان تقريبا ريته قرب من 90 فقعد كتير. مش عارف الصراحه عشان ريته قريب من 90 ولا عشان ايه بالظبط. بس يعني 40 اسبوع هي كتيره، بس يعني معقول. تعالى يا عم سيلفا. ايوه كده بتتطور بسرعه. بالله عليك بالله عليك، محتاج ديفندر بقى. يلا في مين تاني يا جدعان؟ دايناميك ايه يا جدعان؟ ايه يا ابني يا ابني يا ابني؟ انا سايبك يا ابني زي الفل يا ابني. خدوك عملوا فيك ايه؟ بس خدوك عملوا فيك ايه يا ايسوجو؟ ماشي على العموم يا ايسوجو، انت لو بقيت بول بلاينج ديفندر هتبقى جامد، فخليك بول بلاينج ديفندر خلاص، او هتتطور بسرعه يعني. وكده ناقص بوادي اللي محتاجين برضو نخليه ديب لاينج بلاي ميكر في اسرع وقت، عشان هيبقى ديب لاينج بلاي ميكر سافل. وبعد كده هنبقى نخليك هولدنج ميدفيلدر بعد ما تبقى ديب لاينج بلاي ميكر بلس، فتبقى كده الدنيا زي الفل. المفروض تخشوا تكسبوهم يعني، المفروض يعني. فهنكمل البطوله سيميوليشن وربنا يستر. ايوه كده 2-1. ايوه كده. لا الواد ده مش للبيع، الواد ده مش للبيع. انسى. هيبتدي ياخد دور وهيبتدي ان هو يبقى لعيب مشارك. معلش بصوا يا جدعان، احنا مركزنا في البطوله الرابع وهنلاعب انتر، فانا حابب ان انا اخش الاعب فريق في المركز الاول اللي هو انتر، وحابب ان انا اخش الاعب فريق كبير عامه بيروح تشامبيونز ليج وبتاع. عايز اشوف الدنيا دي يعني، لو هو بره البريمير ليج الدنيا هتبقى ماشيه ازاي يعني. عندي فضول كده. انطونيو ارفع راسي بالله عليك، ارفع راسي يا ابني، ارفع راسي يا ابني بالله عليك. انا مراهن عليك يعني، وممشي كروبي وفاهم يعني. عمي عمل حاجات كتير يا انطونيو يا سيلفا، فبالله عليك يعني. ليرة اوف، ده ليرة هنا يا جدعان. يا نهار ازرق يا جدعان، دول لعبهم سافل يا جدعان. الناس دي الكوره بتعيش من رجليها ليه؟ ما احنا ليه طيب مجرد ما بنجري كده خلاص شكرا الكوره اتقطعت. يا ابن اللعب ايه يا اوبي؟
يلا يلا يا شيخ، حرام يا جدعان والله، يعني احنا اتهان بينا الارض. كله بيلعب على ال6 مليون يا جدعان، والله حرام يا جدعان، كله بيلعب على ال6، كله بيحزق على ال6 مليون يا جدعان. اتلتيكو بالباو وبايرن وانتر، في ايه يا جدعان؟ طيب بصوا بقى يا رجاله، والله يا رجاله انا يعني فلوس ودفعت صفقات وجبت، انا عملت كل حاجه ممكن تتخيلوها ممكن تتعمل، انا عملتها. السوق ورجعته تاني، الدنيا زي الفل. الصراحه مستواكم في البطوله الوديه غير مبشر بالمره، يعني مهين، بغض النظر طبعا في لعيبه بتتطور. بوني بقى 88، ونيري بقى 87، دورانفيلي بقى 87، في حد تاني اتطور انا مش واخد بالي، لا المفروض ما فيش حد تاني. فبغض النظر عن التطويرات الحلوه دي والريتات، والله انا الريتات زي ما قلت لكم قبل كده بتفرقش معايا. انا اللي يفرق معايا نخش نحط على المقاول وناخد حقنا بتاع السيزون اللي فات، لما اتحط على عينينا واستغل الظروف، لما كان الفيزيكال بتاعنا سيء والانرجي بتاعتنا سيئه ومش مجهزين للماتش، وحط علينا حطه صح، وبرغم من كده سدينا معاه وخسرنا بس 4-2. فانا عايز تصالحوني بغض النظر على الاداء المعفن بتاع البطوله الوديه وخساره انتر وخساره اتلتيكو بالباو، والاهم من ده كله ان ما خدناش ال6 مليون، وتخشوا تكسبوا الماتش ده سكور يعني، او مش سكور يا عم، انا عايز تكسبوا الماتش ده عادي يا عم، 1-0 2-1، وبنلعب على ملعبنا كمان على فكره. يلا بينا يا رجاله نحترم نفسنا، عشان والله العظيم ما قلش منكم. يلا حلو قوي. واحنا ايه يعني بنحط على بتوع الدوري الانجليزي بس يعني؟ او استنى، مش عايز انبر فيها الصراحه يا جدعان، احنا ادائنا لحد دلوقتي كويس، ولكن الله اعلم ايه اللي جاي. يلا يا عم جوب، يا عم جوب، يا عم جوب، الله يبارك لك، شوطه عدله حلوه قوي. اجري يا دورانفيل من دلوقتي، اجري 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 ومالكش دعوه. يا ابن اللعيبه، ايه يا اوبي بقى، ما تنجز يا اوبي وتفنش. ابن اللعيبه، لو ضاعت هموتك يا اوبي، عشان بقالك فتره زي الزفت. يلا يلا بينا ترجع اوبي، اللي انا عارفه. عيب عليك عيب عليك، مش عشان ريتك 80 تستهبل، انت اجمد واحد هنا. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا نحط عليهم حطه صح. لا لا لا، تصد يا عم، انت مش صفقه زفت جديده يا عم، يا عم هو انت مش صفقه زفت جديده يا عم، تصد يا عم. هو انتوا يا جدعان في ايه يا جدعان؟ تعالوا يا رجاله، تعالوا يا رجاله، تعالوا يا رجاله، في حاجات غلط كده محتاجه تتظبط، عشان بجد انتوا تعبتوا. دورانفيلي تعالى العب سترايكر، وبالله عليك يا دورانفيلي اتعود عليها، عشان خاطر يعني ما فيش حد يلعب في الدكه، فانت اللي هتلعب سترايكر، ممكن على اوبي كمان، عشان اوبي لحد دلوقتي انا مش عارف، مش عاجبني ادائك منتن، يلا ولا تحترم نفسك. وريو تعالى وشويه، وابراهيم هينزل مكان ونيري، عشان مش عايز ابراهيم يزعل، معلش. من اللعيبه يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه يا ريو، يلا بينا، يلا نحط عليهم يا جدعان، يلا نحط عليهم، احنا جامدين والله. يلا بينا نسترجل بس، نسترجل ونحافظ على كورتنا بعد اذنكم. لا، هو ايه الشغلانه دي؟ طب ونير ينزل يا ابراهيم، ابراهيم بالله عليك فوق معايا، فوق معايا، عشان شكل كده في عيال كروديات، عيال ابتدوا يستعبطوا وفكروا نفسهم نجوم. عايزكم تفوقوا، ها الناس اللي بتقعد على الدكه، عايزكم تفوقوا عشان تقعدوهم ترجعوهم لمقامهم تاني. امسك. تعادل قدام ارسنال يا كلاب، يا كلاب، احنا اجمد منهم، ورحنا الشوط الاول هما ما جوش اصلا. تمام قوي يا جدعان، تمام قوي. انتوا لا نافع معاكم صفقات، ولا نافع معاكم تطوير، ولا نافع معاكم روتيشن، ولا نافع معاكم اي ابن كلب. وقت ما عايزين تقدموا زناخه بتقدموا زناخه. عملت اداء كويس جدا يا كوتش في اول شوط، وقلنا ان انت هتكسب سكور كعادتك قدام الفرق الكبيره، ولكن نتفاجئ ان انت بعد الجون الاول تلبس تعادل، فتجيب الجون الثاني فتلبس تعادل برضو، ومن اول الشوط الثاني الماتش يبتدي يصعب عليك، وتكاد تكون ان انت كنت هتخسر اصلا، بالرغم ان انت عملت الصفقات اللي انت كان نفسك فيها. والله يعني انا حزين للاسف، علشان خاطر انا كان نفسي نبتدي الدوري بفوز، ونبتدي ب3 نقط، ونبتدي ان احنا ننافس الناس اللي هي دلوقتي زمانها خدت 3 نقط وفي المراكز الاولى. ولكن مش مشكله، احنا لعبنا ارسنال، فريق كبير، فريق عريق، فريق يعني معاه لعيبه تقيله جدا، ان احنا نخطف منه نقطه ونتعادل مع بعض مفيش اي مشكله. لكن المهم ان احنا ما نوقعش نقط قدام الفرق الثانيه، وما نوقعش نقط قدام الفرق اللي المفروض نكسبها بسهوله. طبعا بالنسبه لموضوع الصفقات، وان هم يعني ممكن تقول عليهم ان هم مش متاقلمين قوي، فانا معاك، الصفقات فعلا مش متاقلمين قوي، ده لانهم لسه جايين محتاجين فتره يلعبوا مع بعض كده لحد ما تبقى دنيتهم كويسه، فده بيجي مع الوقت، وباذن الله انا متاكد ان بعد جوله جولتين 3 الفريق هيترابط مع بعضه وهيفهم بعض، وهنلعب بشكل افضل من ده. يا ابن الحلال، يا ابن الحلال، ما تضغطش عليا يا ابن الحلال، يا ابن الحلال،
انا على تكه، انا على تكه ومستحمل يا عم ابراهيم ان انا معايا لعيب قاعد على الدكه. إذا انت وريو، يعني على الاقل ريو عنده 20 سنه بس يا جدعان، برضه الواد عنده 21 سنه وهيتطور اكتر من كده. هتقول لي هتعمل ايه بالونجات دي كلها؟ اقول لك عايزين نعمل قله ادب بقى. لا 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 يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، تقدر توصل لحته اعلى من كده، واقدر ابيعك ب 200 مليون عادي زي دوران فيلي مثلا لو قررت ابيعه دلوقتي. لا 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 يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، ما تجيبليش عروض بالله عليك، بالله عليك ما تضغط عليا يا اخي. طب يا رجاله شكلهم كده والله اعلم عايزين يوقعونا، عايزين يجيبونا الارض يا رجاله. لما يدونا ارسنال في ليفربول يبقى عايزين يجيبونا الارض، ملاش تفسير تاني. نتاثر احنا بقى بالعبط ده ولا نعدي كده دنيتنا ونكسبهم ونحط عليهم؟ التعادلات اللي فاتت دي مش عجباني. لا لا لا، تعادل ماتش ارسنال ده ليه كنا نكسبه؟ تصالحوني تاني، تصالحوني تاني، يعني فوق القرف اللي كان معمول في البطوله الوديه ماتش الارسنال التعادل ده تصالحوني عليه هو كمان. يلا بعد اذنكم نخش نكسب على الانفيلد ده، في الانفيلد نركب يا ابني. من اول هجمه يا جدعان، يا جدعان من اول هجمه يا جدعان، ما احنا كنا رايحين بهجمتين ثلاثه، ارحموني. حط يلا يا ابن الكلب يا بوني. لا 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 لا، مستحيل 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 ادائك وده، مستحيل ادائك وده غريب، ادائك وده غريب جدا، ادائك وده غريب جدا يا اخي بقى. ما كنت جبت مامارتشفيلي احسن بقى من الزفت اللي انا جبته اللي بيخش فيه جوان عادي ده. حلو قوي، نفس السيناريو، نفس السيناريو بالملي بالملي، مش مختلف عنه شيء. تعالى يا دورانفيلي العب سترايكر، وتعالى يا ريو، وشويه وهتبقى تنزل يا ابراهيم انت وخسانون. لا يا اخي، يا اخي ايه يا ابني، ايه يا ابني. حلو قوي يا نوانيري، حلو قوي الاداء المزفت المعفن. سلمش عليا يا ابن القرع، امشي امشي قبل ما تبق معايا. انا عايز اقول لك حاجه، مانشستر سيتي تعادل النهارده ومانشستر يونايتد تعادل النهارده، وانا عارف ان انت عملت معاهم مؤتمرات زي العسل اللي هو عادي يا كوتش ولا يهمك، لسه الموسم طويل. فقبل ما تقول لي اي حاجه غبيه فكر فيها، عشان انا مستوى العصبيه عندي عالي اليومين دول. هتلاقيني لا عملت حساب مؤتمر ولا بريمير ليج ولا قرف، ومسكت في زماره رقبتك. فكر هتقول ايه قبل ما تقول، اديني بحذرك اهو. طب يا كوتش اهدى بس، اهدى. الموسم فعلا لسه طويل يا كوتش، بس معلش يا كوتش يعني عايزين نسال سؤال. جول كيبر بتاع استون فيلا كان عامل اداء محترم معاه، ولاعيب كان بيتطور جامد من كتر ما اداؤه جامد. جه معاك مقدم اداء زي الزفت لحد دلوقتي، بالاضافه لبوني اللي كان هداف الدوري السيزون اللي فات، ودلوقتي يعني جوانه محدوده تقريبا، ما جابش غير جون واحد لحد دلوقتي في الماتشين اللي فات. مش حاسس يا كوتش ان الدنيا بتبوظ منك؟ لا مش حاسس ان الدنيا بتبوظ مني، عادي عادي. ياما فرق بتخسر وبتتعادل في بدايه السيزون وبتيجي في الاخر تكسب الدوري عادي جدا. وما زلت عند رايي ان انا بنافس على الدوري، وما زلت عند رايي ان انا لسه هتشوفوا اداء اجمد من كده لما اللعيبه تتعود على بعض. الجول كيبر مش مركز عادي، ايه المشكله؟ لسه في مرحله التطوير ولسه ما وصلش لفورمه كويسه، اوصله لك لفورمه كويسه بس اديني وقت. بوني مستواه وقع، ايه المشكله؟ الواد بقاله سيزون مفيش حد بيلعب غيره، طبيعي انه يجي يرهق ويقع. الدنيا طبيعيه جدا في اي حته ما الفريق بيحصل معاه الكلام ده بنعديله الدنيا. معانا لا، ازاي يابا؟ ده انت المفروض اللي بتطير. طالون فاق بقى وقرف بقى على المسا. جاي لابراهيم عرض ب70 مليون وعمر الهلالي، وطبعا يعني ريجكت هذا الاوفر لاني مش هبيع ابراهيم زي ما اتفقنا. وكوليبالي رفض العرض بتاعه كالعاده اللي مبعوت له. تمام مفيش مشكله يا عم كوليبالي، اقعد معانا، مرحب بيك جدا، مرحب بيك جدا. وهتشوف الترحيب يعني هوريهولك انا بعينك، يعني هوريك الترحيب بايدي، يعني بايدي هوريك الترحيب وهوريهولك بعينك. الواد ده مش هيمشي، قلنا الواد ده مش هيمشي خلاص، ما نقرفش بعض على المسا. ايه العبط ده؟ ايه يا جدعان القرف ده يا جدعان؟ يا جدعان قلنا مش هنمشي ريو يا جدعان بقى، ما تقرفوناش بقى يا جدعان بقى. ارنال جاي له عرض من مانشستر يونايتد. جالك عرض بكام يا اخويا؟ ب 69. مش همشيك يا اخويا، خليك قاعد. ده جاله عرض من تشيلسي ب 128 مليون، ريجكت طبعا. وينتهي الديدلاين. كان نفسنا نجيب صفقات جديده، كان نفسنا نجيب صفقات تانية، ولكن مفيش فلوس للاسف. فشكلنا كده على ما نجيب صفقات هيبقى على اخر السيزون. طيب احنا في المركز 17، يعني على وشك الهبوط، يعني واخد لي بالك، بس طبعا مش هحسب يعني كده مانشستر سيتي في المركز ال20 خسرت الماتشين يعني عادي. فتمام يعني هعدلكوا الدنيا دلوقتي. هنقول ان احنا لسه في البدايه، لو كسبنا ماتشين 3 ورا بعض عادي ممكن نبقى الاول. بورنموث الاول اصلا، ده من قمه العبث
بس يعني، هو فين الناس الكبار يا جدعان؟ يا جدعان الكبار فين يا جدعان؟ بورنموث وسبيرس واستون فيلا، استون فيلا اديتهم ايبولو طلع بيهم المركز الثالث، ما شاء الله ما شاء الله يا ايبولو، كسبت الماتشين يا حبيبي، بتصد وبتعمل كلين شيتات يا حبيبي ما شاء الله. ده انا لو شفتك لمحتك في شارع، المحك في شارع بس يا ايبولو، المحك في شارع ومحدش هيعرف يطلعك من تحت ايدي. واليونايتد بيغرق في التاسع، وتشيلسي في ال11، وارسنال في ال12. يا جدعان ايه يا جدعان العبث اللي احنا عايشين فيه ده؟ فرقه منتصف الجدول يا جدعان، هكرات، مش يعني عارف اللي هو بتخسر قدامهم، بس مش عليا انا بس، ده على اي فريق كبير، ده كنت بحسب عليا انا بس، ده تقريبا يا جدعان فرقه منتصف الجدول بتكسب اي حد. اللعبه خليهم هكرات ما شاء الله. اوعوا تكونوا مفكرين اتكلمنا قلتوا في الاعلام ده ياكل عيش، يعني ان انتوا بقى يعني لسه بتتاقلموا ولسه بتتزفتوا ولسه بتطينوا، يعني الكلام ده ما ياكلش عيش معايا، انا بس بنيم الاعلام عشان يبعد عننا شويه. لو مستواكم ما ظبطش خلال الكام ماتش الجايين، انا يعني مش عارف انا ممكن اعمل فيكم ايه، بس هي ممكن توصل لجريمه، توصل لجريمه يعاقب عليها القانون جدا، يعني عادي عادي والله. انا في مستوى من الغيظ والكبت يعني بص انا متضايق، يعني متضايق جدا. فقدامكم كام ماتش تثبتوا فيه حسن نية، وتثبتوا ان انتوا لعيبه قد المستوى، يا كده يا اما ما حدش يلومني عن اللي هعمله. وبس كده يا رجاله، خلصت حلقتنا. اتمنى الحلقه عجبتك، اتمنى تكون وصلت لهذه اللحظه، وصلت لهذه اللحظه ما تنساش لايك سبسكرايب فعل زر الجرس، تقول رايك في الكومنتات، تقول رايك في الصفقات دي. كانت معاك اول حلقه في السيزون الجديد، وطبعا لسه السيزون مطول، وبعديه ممكن ناخد سيزون كمان، مش عارف بقى بعد كده هنعمل ايه، يعني هيبقى خلاص ولا هيبقى في وقت تاني، بس يعني هنشوف لسه. وطبعا هنزل معاك برضو الحلقه الاولى من مهنه لعب، هتبقى السيزون الجديد برضو، فمحتاج ان انت تتابع سلسله مهنه لعب يا باشا، وتتابع معاك سلسله مهنه مدرب، وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات الجايه. وبس كده، مش هطول عليك قوي قوي، ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، تقول لي رايك في الصفقات، ويلا سلام.